ايه يا ترى؟ كل خير يا فندم. الحراسه وافقت تسلمنا كل الاملاك من النهارده لو حبينا. ومستني ايه؟ ولا حاجه يا فندم، هبدا حالا في اجراءات الاستلام. طب اعمل لك همه شويه عشان انا عايز اصفي. تصفي؟ ايوه اصفي. والواحد فاضل له في العمر قد ايه؟ على راي المثل، رجل بره ورجل جوه. اللي تشوفه سعادتك. على العموم احنا عندنا ممتلكات جايبه لنا النهارده اسعار خرافيه. عال 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 عال. بيعه كله واختار اعلى العروض. حاضر يا فندم. استاذن انا. ما شربتش قهوه لسه ولا اقول لك بلاش احسن، يمكن تعمل لك حموضه في طب يا فندم استاذن انا. الف مبروك سعادتك. الله يبارك فيك. مع السلامه. شكرا. شد حيلك. ورجعت الاموال لاصحابها. متشكر متشكر. اتفضلوا. متشكرين يا عم. اعملي ايه يا ثانيه؟ حاضر يا سيدي. قهوة ايه يا عم؟ احنا عايزين نشرب شربات. هو في مناسبة أحسن من كده؟ حاضر. ثانيه. نعم يا سيدي. نعم. اسمعك. ايوه يا سيدي. اعملي شربات. حاضر. بقول ايه؟ نعم. كش ايدك في السكر. حاضر. سعر اللي من دول بقى فوق 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 خالص. حاضر يا سيدي. بقول ايه؟ نعم. نقي اصغر كوبايات عندك. حاضر. اهلا وسهلا. ألف مبروك. ألف مبروك. اتفضلوا. اهلا اهلا. اهلا. يعني يا اخوانا بقالكم مده طويله ما بتسالوش، سنين طويله ما شفتكوش. اصل ما كناش عاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عم، ما نسيبكش ابدا. طبعا 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 ما انا عارف. احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر، وكانت فرحتنا تكمل لو كان البيه الصغير لسه عايش. الله يرحمه بقى. ربنا يبشبش الطوبة اللي تحت راسك يا فريد يا ابن الغطريفي بيه. وازاي صحة سعادتك دلوقتي؟ بومب والحمد لله. ان شاء الله دايما يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش ده منزل ابو الغطريف يا بيه من اعيان المحموديه مركز البحيره؟ عاوز حاجة؟ انا شعبان قريبه من محموديه مركز البحيره بجوار الاسكندريه. يا حنن. يا حنان ايه يا جدع انت؟ شايفني بقول لك لله؟ بقول لك عايز ابو الغطريفي. كسيبه يا محمد، خليه يخش. هو خاس علينا حاجه؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريفي بيه فين؟ ابو الغطريفي، ابو الغطريفي بيه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا ابو الغطريفي؟ اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيه. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيه. والله يا ابو الغطريفي بيه انا فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انما اقول لي يا ابو الغطريفي حاجات كتير رجعوها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك برده انيالك. بس ايه رايك انهم طلعوا جدعان في الحركه دي؟ برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فلا الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه من ساعه ما كنت جيت اادي في مكتب التنسيق. قال كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعه. انتوا كنتوا بتشربوا شربات؟ انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي، قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبوا لي شربات. حاجه انا يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي. مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو، ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه وانا ايه بقى؟ يا شعبان. نعم. قلت لك احنا متشكرين. وانا بقول لك العفو. فانا بقى ايه بقى؟ البيه تعبان وعاوز يستريح. ما هو قاعد مستريح اهو. معلش برضه. يعني امشي؟ تعيش ونجاملك. طيب
طب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم اهو يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله بنيل؟ وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيع عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضه يهمنا راحه البيت. ما نلزمش اي حاجه من البلد يا ابو الغطريفي بيه. متشكرين يا اخويا. طب يا سيدي، ربنا يخليك ليلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انما الشربات ده على الريحه ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. اعذروا يا سعاده البيه. ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه، وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه انا لازم اتغدى، ميعاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه، وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منبه عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحه يا سعاده البيه. وفي هنا مطعم قريب قوي من الفيلا انما رخيص قوي. عارفينه يا عمي. مع عارفين يا عمي. على فكره ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا ينظفوا لي البيت. حاضر يا صاحبي حاضر. مع السلامه. واحد عيلته لبيسي عشان يخرج بالعربيه. الجزمه يا اسطى، الجزمه يا اسطى، الجزمه يا اسطى، الجزمه. اروح اسكندريه بفردتين جزمه، ارجع بفرده واحده. شعبان اتأخرت كده ليه؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ انا عارف يا زينب، رحت يا جامل نشلوا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت له فلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتنشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى، نعم. ابويا. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ هو انا في ديك الساعه لما اتجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي؟ واحنا النهارده كام منه في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع قال يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخويا، روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. ممكن اروح له بزنوبه؟ ابقى رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان. ما تجيبي قبلي. وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجه يا ابني. هقول ايه يا عم؟ لا اله الا الله. انا عندي فكره انك زميل زينب في الشغل. الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوبه وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاتنين يجوزوا بعض. حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه خلاص
الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عم؟ هو انا هتعين في الحكومه؟ وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي، انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز. شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 ساعه. تقوم تقول لي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بنتك خلاص دلوقتي، هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها، حد لاقي عرسان يابا الايام دي. شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا، انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه، جه ابويا مات وامي ماتت بعديه، الراجل صاحب البيت طلع نادي، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي، ما يصحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عندي، اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب نقعد في اوضه. هي شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا انت اهو، يلا يلا يا بره. يلا يلا. كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك؟ ولا اتبريت منها على حظاني؟ ده احنا يا ابني ساعه الصبحيه بنقف على دورة الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع في الصاله. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. اتفضل اتفضل. طب يا عمي، بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه. كده برضه تكسفني يا عمي؟ مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي، مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري وراها ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه، ما انتش عايز اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب رينا اعمل ايه؟ اضل وادي حكمته، ده قال لي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه. يا اخويا، بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعالى نحط دماغاتنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتنا؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان. انا لقيت الحل، احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه، بس بعد سن المعاش. حلوه تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت باين عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا يقضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي. من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول، من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب، عودي يا زينب، عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. العب السلامة يا سعادة البيت، العب السلامة. اهلا 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 يا سعادة البيت. اهلا يا سعادة البيت. ده ايه النور ده كله يا سعادة البيت؟ اهلا اهلا بيك. اهلا. هتشتغلوني ولا ايه؟ ورايا في كل حته، واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمه من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينه ده؟ ده فل وياسمين يا سعاده البيت. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وشم سيادتك. ازرعوا حاجه مفيده ليها فايده، رغيف ملوخيه، شويه باميه، مش تقول لي نظر وشم. معاك حق فعلا يا سعادة البيت، معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحية طيبة وأرجو أن تكون بخير. وبعد أزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا، وأقوم الآن بالتصفية.
وسيتم بيع كل شيء خلال هذا الأسبوع، ومع أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي. صباح الخير. ليك 5 تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شايفين يا ست؟ الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خل، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مرة واحد طلع على المعاش ما عرفش ينزل. حلوة حلوة، بلاش بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي بلاش. لقيتها زينب، لقيت الحل، هجيب الشقة بس في عرض جاه النبي خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريني، ده احسن من ساعة انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يو حل ايه بقى يا شعبان ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش، انت عارف الراجل القريب الغني قوي ده ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ اه. لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مالكيش دعوه انت بس، انا هصطرف معاه، ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفه الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه ليه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبه القلب، ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي بيه. ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايز شقه. شقة؟ تكونش فاكرني سمسار؟ لا يا بيه العفو لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب، وانا من لحمك برضه وانت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلى، ومن قدم شيء بيده التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحات ليه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسش يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات، برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه الشقه اللي انا هاخدها ايه؟ 3 مطارح، ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشه ميتهم. ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي، اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر بس اهدى سيادتك، تعال. هو انا عملت حاجه تزعل؟ لا ابدا بس تعالى معايا يلا. يا ابو الغطريف طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. طب يا ابو الغطريف. على اذنك. اتفضل. اهلا يا شعبان. افندم. انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حالة؟ سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده
البيت سباك ياما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بتصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتوا لي بدري شويه. لخير، هي الحنفيه حامل؟ لا، محتاجه قلب. عندكم قلب ولا تاخدوا قلب من عندي؟ قلب؟ لا، احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف الميه علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا، انت هتجب علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك اهم. اتفضل اتفضل. اوعى يا بنت، امشي امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده انا راجل محترم. ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه، رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب ب ت. ده كفايه الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل، وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت بالك نافش ريشك كده. تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه، هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحايل على ابوكي كمان مره. حال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعني اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ أزمة بالليل والدكتور عنده فوق. هي دي أول أزمة له، ده ب7 أرواح. خير يا دكتور؟ الباقية في حياته. لكن ده صحته كانت اتحسنت كتير. دي حاجات بتاعت ربنا. الله يرحمه. ايه دنيا، الباقي في حياتكم جميعا يا اخواني، باقي في حياتكم. ما باقي الا وجه الله، والله ما باقي الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس. ايه دنيا، امشي عدل يحتار عدوك فيك. امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصورة على دماغتكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك. هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركه. طبعا حوالي 6 مليون ونص. 6 مليون جنيه يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي.
ايه دنيا؟ المعزة خلصت. سعيكم مشكور. الله يرحمك يا ابو الغطريفي، صحيتني ليه يا ابو عبد الجواد؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا انت بقى. بقول ايه يا ابو عبد الجواد؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزة خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الاخره. ها خلاص ما بقاش في حد. خلاص كلهم مشوا. طمني، كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. اقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. من بختنا ان ابنه الوحيد مات في فرنسا. انت بتحلمي. احنا مش هينوبنا الا ملاليم. ليه؟ مش احنا دلوقتي الورثه الشرعيين؟ في نظر القانون احنا ورثة من بعيد. احنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من الحواشي، وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومة. يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا. يطيروا من قدام عينينا عوانطه. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان ابنه ما يكونش مات. يعني ايه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس. ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش انه مات علشان مات في الخارج. مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال انا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومه بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومة الإنسان مجموعة أوراق، شهادة ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقة شخصية إلى آخره. مظبوط. مدام فريد هرب لما حطوا أبوه تحت الحراسة، وبما إنه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب أي واحد نعمل له الأوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيب العملية دي عليا أنا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبه خطره جدا علينا. ولا خطر ولا حاجة، وحتى لو كانت خطر عليه مش علينا احنا، لأن المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ انا موافق. انا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكايه زي دي؟ موجود، وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان شعبان، في ايه يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وكيل الاصلاح مزعبب ولا هتقول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك دفتر الاباني من هنا ولا هتقول الواد شعبان من هنا. تعالى معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ الباقي خسه. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه، الابادي بيقول كده وانت مسؤوليتك الباقيه. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله، بلاش غلبه بقى، لما البند في الميزانيه يسمح هنثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمعش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ده ظلم، كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي. اهو شعبان. مين؟ ابويا عبد الجواد. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. تعالى. شاي يا ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي يا ولا. مجلس العيلة عايزك لأمر مهم جدا. عيلة مين؟ عيلتنا.
ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيه. بس تعالى معايا، دي تعالى. فيها 4 ايام خاص، المية تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمه الغطريفي ماني فاهم حاجه. انا عايزك تقول لي الكلام من الاول عشان انا فهمي تقيل شويه. هتقف قدام الموثق، هيقول لك انت فريد، تقول له اه، والباقي علينا احنا. اقول له اه والباقي عليكم انتم؟ كل حاجه معمول حساب. بمنتهى الدقه. انت مش كنت بتدور على 2000 جنيه خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات، وتخلفوا صبيان وبنات، وبدل ما الفلوس الغطرفي اللي كسبها بعرق جبين وتروح تستنى في العيله. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها، مش انا اللي هورثها. افرض يا ابني اي مبلغ، انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه؟ 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه. مش كده؟ لا يا عبد الجواد، لازم تزودهم شويه. خلاص خليهم 3000، ولا اقول لك 4؟ لا يا شيخ. 4 ده كتير قوي. شوفوا يا اخوانا، انا هلعب معاكم اللعبه دي بس اخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام، وانتوا كمان حراميه، ومن حضر القسمه فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. فدتكم بعافيه. السلام عليكم. تعالى رايح فين؟ سيبيه، خليه يغور في 60 داهيه. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيره. النص. طب خليهم 50. النص. لا غور في 60 داهيه بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهيه؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهيه. كل حاجة تمام التمام. شعبان اتمحم الوجود، غيرنا جميع الأوراق، شهادة الميلاد، الفيش والتشبيه، حتى الشهادات الدراسية شلنا منها صور فريد وحطينا بدالها صورك انت، بحيث بقت انت فريد الغطريفي. اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد، بس كله لهف. لكم في عونك. المهم يعني كل حاجه اتثبتت. يا حبيبي انا قلت لك قبل كده، الانسان قدام الحكومه مجموعه اوراق، وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في مالطا دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي. فريد الغطريفي، فريد الغطريفي. يلا بينا. على فين؟ على محكمه اسكندريه. طب مش هلم حاجات الاول؟ حاجاتك ايه يا ابني؟ انت على راي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. يلا على رايك.
جمد قلبك. كل اللي عليك لما القاضي هيقول لك انت فلان تقول له اه. الحكايه فيها قاضي؟ لا يا عم، احنا ما اتفقناش على كده. ما هو لازم نطلع الاعلام الشرعي اللي هنحصل بيه على التركه. فريد الغضريفي. السلام عليكم. تعالى هنا، انت رايح فين؟ لا يا عم، يا روح ما بعدك روح، انا عايز اتمتع بشبابي خارج اسوار السجن. السجن ايه؟ واحنا بنلعب. ما هو يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في ونتلي. تزوير ايه يا استاذ؟ هو احنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما تعطلناش. شجع بقى. مين فريد الغطريفي؟ ايوه انا انت فريد الغطريفي؟ ايوه انا فريد الغطريفي. معاك بطاقه؟ لا ايوه معايا البطاقه طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد الثاني؟ الف مبروك، الاعلام الشرعي اهو. بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزه والشاري جاهز ومعانا معاه بكره. خيرة الله. يلا بقى. ما انت كريم يا رب. قطعت على الاوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه. فريد بيه. نعم. ممكن تمضي؟ يا ما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام. على خيرة الله. السلام عليكم. السلام ورحمه ناقصين 30 جنيه. عد فلوسك كويس. انا عديتهم 3 مرات، ال3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكت عني وعن عافيتي، اقبلوهم على عينيكم، ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتدغمسوا، لكوا نقطه. سلام عليكم. على فين يا فريد بيه؟ راجع البلد قبل المغرب ما يدن. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد وهعمل مشروع تربيه دواجن، وهجيب جاموسه على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي نكايه الوكيل. فريد بيه، بلد صغيرة زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الأموال دي كلها مش هيستغربوا. ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطيبتي؟ لا سيبك منها بقى، شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم، الا دي. على كل حال انساها دلوقتي وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر، القاهرة. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوة بحد. ايوه بس ما بسش، هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشة قبها في القاهرة. أنا بيتي موجود وتحت أمرك. وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقوا. شوف انا اهلا وسهلا، انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعه الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيرة لحد. ايه انت فاكرني عبيط؟ عنك. وانت فاكرني عبيط ولا فاكرني عبيط؟ ولا فاكرني عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان انت كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال لي الراجل ده ما ينفعش يتثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك. قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما ايه هايله. ايه تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟
ما هو انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر، يعني هرستق حالي واروق الاناني واجات لك على طول. مرة واحدة؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى، مش لاقيين خلو شقة هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مالكيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمة حاجة خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان. زين. انا عايز منك طلب. ايه عايز؟ قرشين سلف؟ قرشين انت اخرى. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه، وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكريني. فوتك بعافيه. مع السلامة يا شعبان. ما تجيبي قبلة ساخنة. يا شعبان. طيب فوتك بعافية يا زين. مع السلامة يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلدل رجليا الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيلكس، عارف انت التيلكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بيك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. هتلبس جرافطه زي دي يا راجل؟ ككرفت في امشي مفاصلك. امشي يا ولد، انت مرفوض. ككرفت في مفاصلك. روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيه، اتفضل. اتفضل البيت بيتك. محاسن. ايوه. اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا وسهلا اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي باين عليها نريمان هاني. دي شغالة. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهراء؟ خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هجيلك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك وقتك. تستحمى، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، واحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمة؟ لا متشكر. متشكرين قوي. متشكرين قوي قوي قوي. فريد بيه. فريد. اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ مش حلو؟ حرام عليك كده تبردي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا خايف عليك تجيلك نزله برد ولا حاجه تنزل لك اللوز. طب اتفضل اتفضل. اشرب. لا أنا ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. ما تقدرش تتصور أنا سعيدة بيك قد إيه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وأنت عاجبني. ده كباب ده.
اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقيه الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بابن الحلال. لو لقيته انا عبديه بعينيا. حلوه قوي اللحمه دي من ام كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمه دي بتلو. فريد، نعم. انا شايفاك مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد، ربنا يكتر لنا من لحمكم. فريد بيصحي؟ ايوه يا فندم، وبيرفع. اتفضل. صباح الفل يا فريد بيه. انا يا عبد الجواد. بسم الله. ثباتك. صباح الخير يا عبد الجواد. ايه اللي مصحيك بدري؟ مش عوايدك. اما انا عندي اخبار هايله. امبارح ما روحتش الا لما لقيت لك الشقه المناسبه. طبعا. هو انت لسه مصمم على حكايه الشقه دي؟ اصلي انا ريمان هانم من احلامي الكبرى ان يبقى ليا شقه خاصه بتاعتي لوحدي. كم حته سكر؟ 7. طبعا ليك حق ان يكون لك شقه لوحدك. مش كده؟ والشقه دي فين ان شاء الله؟ في الزمالك جنبك. تحب تشوفها؟ قوي. هلبس واجي معاك. مفيش داعي، مش عايزين نتهجج. يلا بينا؟ يلا بينا، انا جاهز. ايه رايك في شقه في العماره دي؟ ها؟ بتطل على النيل وسعرها معقول جدا. 100,000 جنيه بس. 100,000 جنيه بس؟ وانا هشتريها ولا هسكن فيها؟ اوعى رجلك. هتشتريها طبعا. هشتريها ازاي بقى؟ اشتري حطام في الهوا؟ طب افرض دلوقتي زعلت مع الجيران، اقدر اخد شقتي واروح اي حته انا عايز ايه؟ ها؟ افرض اللي تحتيه حب يهد شقته بقى هو حر فيه، مزاجه كده. ابقى انا وضعي ايه؟ متعلق انا وشقتي في الهوا؟ الجيران اللي في الدور الارضي سارجينه معايا ما رضيش يطلعوني من على السلالم. اعمل ايه انا دلوقتي؟ ابقى انزل على شقتي بالباراشوت؟ ما هو النظام كده دلوقتي، كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا ما اعرفش، بس يبقى كل حاجه بتاعتي. الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي. وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكوا دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيش ابو زرع بتاعكوا دي. نظريه برضه. بعد الظهر هكون دبرتها لك، وبالمره هجيبها لك جاهزه مفروشه. بالسرعه دي؟ يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجه وبمنتهى السرعه. اتفضل. ادي 5000 جنيه اهم، مع اللي معاك يبقى 150,000، انا عديتهم 3 مرات.
متشكر، الدار امان. نسجل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انا هوصل سيادتك، اتفضل. تمام يا فندم؟ تمام. متشكر. السلام عليكم. مع السلامه يا محمد. الف 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 مبروك يا فريد بيه. دي بيعه لقطه. هات يا فندم. هات العموله اللي خدتها من الراجل بره. 150,000 جنيه، عمولتهم 10%، يبقى انا عايز 15,000 جنيه دلوقتي. اتفضل. ايوه كده. ايوه كده. مش تبقى قريبي وحبيبي والسمسر عليا؟ لا سمسرة ايه؟ ده انا كنت عاملها لعبة عليهم. مش كده؟ وهو اللي ناخده منهم احسن من عينيهم. ما انا بقول كده برضه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلي طقم الشغالين والبواب زي ما هم. ايوه، ونثبتهم ما يبقوش ظهورات. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم يا لئيم انت. زينب ساعة المغربية، وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اذكريني. ألو. الو دودي، مساء الخير. دودي مين يا ست أنت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمرة غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. أهلا يا رمرم هانم. ماني دودي وأنت رمرم. رمرم؟ الله. اسم دلع يجنن. الف مبروك على الفيلا. انا خدت النمره من عبد الجواد، حبيت اكون اول واحده تهنيك. عشت يا رمرم، الله يحفظك. انت عندك ايه الليله؟ لا بقى، أنا الليلة دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش أحلم إن أنا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا ام سيد، دخلي الحاجات في اوضه البيت. حاضر يا بيه. الله، إيه الحاجات دي كلها تعب جواد؟ فريد بيه الغطريفي لازم يظهر في منتهى الأبهة. أمال أنا مش أبهة، ما أنا أبهة أهو. يعني برضه يا فريد بيه. بقول لك إيه، ما تاكل فحل البصل ده. لا مالناش فيه ده. طوعني كله هيخليك زي الحمار. أنت حر. قال لي قول لي يا جواد، أنت حسيتني في مصر كده من 4 حيطان؟ لا ازاي؟ ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيريه، جنينه الحيوانات. متحف زراعي ايه؟ بقى انا جايب الفلاحين توديني متحف زراعي؟ يا راجل انت، انا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاوله دي. يا خلبوس انت. انا جاهز. وانا كمان جاهز.
فريد بيه الغطريف المليونير العظيم. اموت انا بالعظيم. ولا في اللي قبليه؟ بغير بغير. يلا طيب اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه. يلا يلا وبسرعة بسرعة. على فين يا جميل؟ زبون تقيل مليونير. مين ده؟ فريد الغطريفي. فريد الغطريفي؟ فريد الغطريفي؟ هو جه تاني؟ مش خايف ده ولا ايه؟ ايوه اتفضلي. ميرسي. سعيدة.
يا صباح النور، يا اهلا بعود القصب اللي من غير زعزوعه، يا بيت مرحب بالعصعصه، يا الف مرحب بالانيميا المزمنه. اهلا 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 وسهلا. يا عم ده بواب. ايوه يا سعاده البيت. 3 كيلو كباب خالد ده، وازازه بيره ساعه، وعلبه سجاير سوبر مستورده، وبرطمان مربى خرس البقر. الطلبات جاهزه يا بيه. ايوه الي. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا بالمدختة، اتفضلوا. اتفضلي. هلو. خليك قريبه مني عشان لو فتشتك هندهلك. تعالى يا جبل التوبه بنتي، تعالى. خش يا عم يا نواب. ايوه يا سعاده البيت. عجل كباب وخرطوشتين سجاير سوبر مستورده و18 صندوق بيره. حاضر يا سعاده البيت. سعيدة بقى يا فريد بيه، اشوف وشك بخير. خير يا فريد بيه. مع فوت علينا بكره. على راحتك اللي يريحك. يا نهار اسود، ودي تمشي ازاي دي؟ دي رعد. تعالي 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 اقعدي جنبي. تعالي يا رهوان، تعالي رايح فين؟ قال تمشي قال. اقعدي جنبي يا عبد يا بواب. 6 بيره وعلبه وينجز و4 تجواز كوارع بالبهاريز. حاضر يا بيه. 25 يوم على الحل ما بيهمتش. عيبه ايه يا بنتي؟ انت هتطلعي فيه القطط الفطسه؟ ده راجل جايز، على الاقل عنده شقه. يابا سباك سباك. سباك؟ وماله السباك؟ راجل كسيب وعنده شقه. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل 2 3 4، انما ده عنده شقه. مش متجوزاه، فاهمه؟ يا اخي كنت مستنيه الجدع ده اللي اسمه شعبان. ده غطس مهبش. هيقب الغايب حجته معاه. يا اختي اللي ما قال عليه يبعت كلمه بجواب ونصفر. عارفه ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي، وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يفضل طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه، ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو. هلو. Shall I come again? نعم. Shall I come again? انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟ انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوح، البيت مفتوح وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. البيت مفتوح، انت تيجي في اي وقت. باي باي. باي باي. باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو. الو فريد بيه، دفعة العربيات الجديدة وصلت يا فندم. بالنسبة للعربية اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في أي وقت النهارده لو حبيت. طيب اوكي. انت خارج؟ راح استلم العربية الجديدة. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل؟ لا انا محضر سواق، مالكش دعوة انت. ايه الزحمه والمواصلات والخير؟ عشان دي اول دفعه تنزل
يا سلام. تعرف اني كنت خايفه اموت لما قلت لي نقوم نرقص؟ ليه؟ كنت خايفه لحسن تدوس على رجلي. شوفي بقى، احنا لما نحب ندوس ولما نحب ما ندوسش. العيال مخلصه قوي بقى. ده انت بقيت حاجه تانية خالص. بس انا من جوايا غلبان. العينين اللي كلها شقاوه دي غلبان. كده. مين اللي بيرقص مع نريمان ده؟ ده فريد بيه الغطريفي، مليونير اتجوز؟ عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامه. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص. على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانية. البنت التانية عندها 9 سنين. وماله، استناها. عجباك الدوشه دي؟ جيتهالي قلقاكي مش عارفه تنامي. بس المخدة مريحاني. طب ما تيجي ناخد المخده ونروح. زي ما تشوف. مش كده؟ يلا حلوه. تعلن شركة منصور شيفورليه عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورليه سايتيشن، وقد كان أول المستلمين السيد الغطريفي. يا زينب يا زينب، ايه؟ تعالي شوفي اوان. شايف ايه؟ بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ ايه اللي هجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتراها، عربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخريف امال. بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب حمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. بقى انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك؟ يوه يخلق مش شبه 40. لا بقى شعبان، انا متأكدة. هم تكا تكا هم تكا تكا هم تكا تكا.
له هنا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصه تانية بقى. فرصة تانية ايه؟ ده انا جايه له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. يا فندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرى ايه يا ست انت؟ وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست من فضلك هو. ايه في ايه الدوشه دي؟ زينب. يعني انت مظبوط. زينب خش يا مسيد. امرك يا بيه. تعالي يا زينب تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متاكده ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينب. وايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكيش ايه الحكايه. انت ما قلتليش غير على حاجه واحده بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول لك. تعالي بس تعالي انا هقول لك. تعالي يا زينب تعالي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمه اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهه دي ما بين يوم وليله؟ اوعى تقول لي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب وخيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال. اني جالي عبد على العموم مش وقته، وانا هبقول لك بعدين يا زينب. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سرقه. عيب يا زينب، وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. هختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ هختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي ب 3 اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس ولما انت ما انتش سارق لك سرقه ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ما انا كنت جاي لك، بس ما انا هقول لك. اصل انا كنت هاجي لك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح عليا وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح عليا، ربنا فتح عليا قوي قوي قوي، ربنا فتح عليا قوي، وانا كنت جاي لك بس اللي حشني. مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلل في مصر كل فيله جنب الفيله الثانيه، فتلاقي الفيلل ملزقه ببعض وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جاي لك وانت قاعد. فالصوت بقى انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه، 6112 طفل في الساعه، 72,000 طفل بيتولدوا في اليوم. فتقومي تقولي لي فانا كنت جاي لك، انما اللي حشني حقيقي يعني اللي حشني يا زينب انني كنت يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافه السكانيه يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي بتقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لان الزحمه تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمه. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمه، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لان الناس بتبقى هجه ببعض وزحمه ببعض فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقه يا زينب. انا كنت جاي لك يا زينب، انما اللي حشني حقيقي يعني. يرحمني من جوه تعالى بقى. يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه، يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده. يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلاء حمرا. حمرة ايه وخضرة ايه يا زينب؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي، وانا لا اسمح
مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقا. لان ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه مولوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه، فالعيال بس هم بقى جسمهم فاهم كثافه السكر 412,000 تنامش يا شعبان مليون وخليك عين. انت في حياتك. زينب ما انا ده كل دي كثافه سكانيه يا زينب. بس سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك ملهاش طعم. شوف مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا احنا كلنا 20 مليون ودي ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى، خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني وخدها مني كلمه حكمه، من فات قديم وتاه يا شعبان. زينب انا هقول لك اصل كل دي كثافه سكانيه يا زينب. ايه ده يا بنت؟ مش هناكل. اكل ايه؟ همك على الحفل قوي. امشي يا كل امشي من قدام. يلا بنت وهي امشي من هنا. تتلطف نافوخي امك على الاكل قوي. ايوه بس ده خطوره عشان ولا خطوره ولا حاجه. انا داخل باسم تاني غير اسمي. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقه. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت. ما اكيدش ان اي حد تاني غيرك يعرف اني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طالبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص هديت. لازم تبقى حياتي معنا يا عبد الجواد. عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من على لساني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه؟ ايه رايك نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجزاء وشويه اعلانات في التلفزيون
شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنيه من شيلي، المياه الصحيه التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الاسريه. ميه ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الاسريه؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمره الهوا في اكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الاخويه. يا عبد جواد يا عبد جواد، انا عايز مشروع عليه القيمه. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضة والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصة أزمة الفلفل الأسود، عارف عمل إيه؟ وانا مش عرفني، وانا كان ابويا عطار. تراب الفرن طحنه بشوية شطة وعبي يا جدع في أكياس الفلفل الأسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد يأكلنا بولوبيف مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب، واحنا ما صدقنا نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب. ترى العالم ماشيه سعرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا الشاي ابو نشاره، ولا السودان المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد جواد يا عبد جواد، والناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد جواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه والناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلو هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التكاليف. وانت دايما تعادة في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي. السياحي حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش. انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا. اهي دي الافكار النيره. مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة. خشبة حبشي ها؟ الحكاية جد مش هزار. الله، مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ وعايز ايه؟ طب مش تسأل الأول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لا مؤاخذة يعني. أنا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفجأة وانا في اوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة ابويا بعد ما شركائك اوهموك اني مت. ايه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد، هو واخواته. لا الموضوع ده يهمني انا وانت. انت اللي استوليت على ثروة ابويا، فالحساب يبقى بيني وبينك انت. ابوك مين؟ انا فريد الغطريفي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز الفلوس 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، اروح اعبيهم لك في الشنطة واجيبهم لك. ولا اقول لك اسمع، انا اكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في شنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز طريقة، انا هكون عملي معاك. ثروة ابويا كاملة انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابة انا يكفيني مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضه اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت مليون جنيه بس. انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعة. يعني مش عايز تتفاهم بالذوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريف الله يرحمه. مفيش قوة في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطة و اتفضل مع السلامة، بدل ما اجيب لك البوليس هو اللي يخرجك. كده اهو. انا ماشي ومديك 24 ساعة تفكر. اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك. انا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم.
عليكم. مفيش عليكم السلام. عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. سميع عوض. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعده لوحدك. ابتسمي. في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبرقت. ما انا مبتسمه اهو ياما. يمكن كنت مستنيه المنيل على عينه العمر كله. ما خلاص ياما وافقت لكم على العريس المدهول بتاعكم، لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. اهو. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع. البائع. ايه ده يا عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع. انا العمليه دي مش مطمن لها. شكلها كده نصبه، وصاحب البيت شكله نصاب، وانت كمان نصاب. يلا انت وهو من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان. قوم انت وهو من هنا. قوم يا حراميه. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا. يلا ما تتنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تتنحش. يلا اتفضلوا مع السلامه. يلا مستنيين ايه؟ الاستاذ فريد الغطريفي. انا فريد الغطريفي. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه انا الاستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. اتفضل معاكم فين؟ خير. معايا امر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم انت رخ؟ استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معنا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت مش شايف حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه ايه؟ راح فين؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. ايه يا عبد الجواد؟ انت ما انتش جاي ولا ايه؟ هحصلك على النيابه. هتحصلني على فين؟ النيابه. محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. يا سيدي استنى لما اشوف المصيبه الاول وبعدين ابقى اقول. محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. اتفضل. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه طبعا فريد الغطريفي. افتح المحضر. معاك بطاقه؟ طبعا معايا بطاقه. همشي من غير بطاقه يعني. وبالاطلاع على البطاقه اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي، المواليد الاسكندريه قسم محرم بيه. وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو لا احم ولا دستور؟ مش هعرف ايه الحكايه الاول. جرى يا فريد 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ الله. تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ 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 اعدام اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها نوال. نوال؟ انا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. يا عم في عرض جاه النبي تتنيل وتسكت. بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم؟ بتعمل ايه بيه؟ يا فندم خدها شاويش على الحبس. يا ابني خدنا على فين؟ حبس ايه؟ اتفضل يا قدام. اوعى ايه؟ ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو بطل. اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. اسكت دقدق على اخوك. هو ده اللي انت فارح فيه؟ محمد عز المحامي هيشتوني. كان الشرب حبيبي يا عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد
والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا. انتوا بتخرفوا. شعبان ازاي لقى نفسه هيروح فيها؟ هيبلغ علينا. شعبان ايه يا مغاوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد، كل الاوراق بتثبت كده. مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا، لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. زيقة الرقاصه. بقى تبقوا عارفين ان قاتل الرقاصه وتغرزوني فيها؟ ما يهمكش، جمد قلبك. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي؟ ولا هيطيرها ولا حاجه، المحامي عامل معارضه وهيعيدوا محاكمتك تاني. محاكمتي تهمه ايه؟ تهمه قتل الرقاصه؟ طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا عرضها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغايه امتى؟ تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ انهي جدع؟ واحد جالي كده بداء قال انه فريد، انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد انت بتتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روح ما بعدك روح. انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد. انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حال. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا على الحبس. يا سعاده البيه انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان واد غلبان تافه من عامه الشعب ما اعرفش حاجه. اقتل ازاي؟ ده انا ما اعرفش اتفرج على فرخه مذبوحه. جم قالوا لي اعمل فريد عشان خاطر حكايه الورث والفلوس، انما انا شعبان وجالي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي. انا عمري ما كنت فريد، انا شعبان. ما تقول له عبد الجواد. لا حول الله يا رب. اقول له اللي انا شعبان تقول لي حول الله يا رب. قولوا لي يا ست الرمال، قولوا لي انا ابقى مين؟ اهدى يا فريد مش كده، اهدى. فريد مين؟ تقول لك انا شعب مجاوري. قول له يا مجاوري ابقى مين؟ قول له. ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه. قول لهم بقى انا ابقى مين؟ كريم يا رب. يا انت كريم يا رب. هو ده طالع عليك كمان انت يا سعاده البيه. اسمع يا فريد، احنا واخدين على الغلطه دي كويس. انت عايز تفلت من العداله؟ خدها يا شاويش على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل اتفضل روح يا اخوانا. انا شعبان. اتفضل. انا شعبان يا اخوانا، حرام عليكم يا اخوانا. انا شعبان. لا مؤاخذة يا شويش، انا عايز اروح دورة الميه. وده وقته. امال وقته امتى يعني؟ حبكت دلوقتي عايز اروح. اتفضل يا سيدي. لو سمحت يا شويش. اتفضل. انت يا جوه سنه ولا ايه؟ زينب. شعبان ايه اللي فكرك بيا؟ ابعد عني ما تكلمنيش خالص. وحياة ابوك يا زينب انا واقع في عرضك. ليك عين تكلمني بعد اللي شفته بعينيا؟ امشي خالص، امشي بعيد عني. يا زينب ده مش وقته، انا حياتي على كف عفريت. احسن خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمال بطلت ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس، حتى البصمات. حتى البصمات يا زينب، حتى البصمات. حته دين ورطه. ايه ورطه بعقل؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان انا اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو الا بشقاها؟ هو ده وقته يا زينب. يلا يلا شوف اي ورقه ولا اي حاجه.
ايه ده؟ امال فين القفل اللي كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد سكنها غيرك؟ سكنها غير ازاي؟ عاوز حاجة؟ حلو قوي، انا اللي عايز حاجه. دي اوضتي. اوضتك ازاي؟ انا اللي مأجرها من صاحبة البيت. مأجرها ازاي بقى؟ طب وحاجتي اللي جوه؟ حاجة ايه يا أستاذ شعبان؟ حاطط قفل على الباب وسايب الأوضة واقف. يا ستي انا مش لسه مأجر الاوضه لغايه دلوقتي؟ مأجرها وقافلها وغيرك مش لاقي حتة يتوى فيه. هو انت وزاره الاسكان؟ مصلحه الهواء العاجل؟ انت مالك؟ جكملة لما تململة، ما كانش عاجبك أعلى مفخلك اركابه. في 60 دقيقه الاوضه، انا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجة ايه؟ شوية الكراكيب. يا ست انا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. بعتهم لبتاع الربابيكي. يا سلام، وانت يعني من حقك تبيع حاجه غيرك؟ ايه؟ امال ايه يا ضناي؟ امال اخد الاجره منين يا ضناي؟ ياما يلا يا شعبان مفيش فايده. خلاص يا اختي اقعدي بالعافيه. يعافيكي يا اختي. كراكيبه، الكراكيب ايه؟ كراكيب ايه يا ابو كراكيب؟ تعال تعال، خلاص خلاص، يلا يلا يا شعبان. شعبان يا ابني انت مولود من زمان قوي. من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل مولود بعديك ب 100 سنه. صفحتك مش موجودة ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انها اتولدت؟ ما انا قدامك اهو. يا ابني انا قدامي اوراق بحكم من واقعها. واقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود، انا ليا الدفاتر اللي قدام. واتفضل بقى يا سيد خلينا نشوف شغلنا. معلش هتتحل يا شعبان. يا عالم اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا على الاصلاح. امشي اطلع بره يا ماشي ماشي يا فندم ماشي، بس يا سعاده البيه اخرس خالص. اوراق ايه اللي انت بتسعى عليه؟ انت كنت اتثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصل يا سعاده البيه بس يثبت ان انا شعبان. اخرس، مالكش عندنا اوراق، انت باليوميه يا حبيبي باليوميه. فاكر الكرافته اللي انت شديتها؟ معقول؟ دي احلى جرافطه شفتها في حياتي، انت لسه لابسها من ويها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر يا فندم، انت اصلك ما بتبصش في المرايه، بص في المرايه حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك، انت احلى من ترافولتا، انت بتقول ايه؟ طب مع السلامه، يلا يا حبيبي الطابع، مفيش فايده. يا فندم ده انت ترافولتا يا فندم. معلش يلا مع الف سلامه. مفيش ورق يعني؟ لا مفيش. الجرافطه دي زي النيله، وانت لا ترافولتا ولا حاجه، انت برضه بيخوفوك بيجي العيال. ما تزعلش يا شعبان، ما تزعلش، ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من اهلك الطيبين؟ وانا كان ليا حد؟ ليا؟ ايه؟ خالتي نفيسي. نفيسة ماتت، عاشت 92 سنة، ما تموتش الا النهارده. تعالي عالم ياهو، اثبت ازاي ان انا شعبان؟ انا عارفه دي حاجه بقت تحير، اللي ما سابولك ورقه واحده تنصفك يا شعبان. انا تعبتك معايا يا زينب. اخص عليك، ازاي تقول كلام زي ده؟ تعالي اقعدي هنا. انا تعبت، انا حاسس ان انا تايه. زينب ايه؟ انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا، ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدارى عن انظار البوليس، زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه يا شعبان، دول لهم طرقهم. على رايك. اسمع، ايه؟ تجيش اخبيك فوق السطح بتاعنا؟ ايه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه جوه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هنفذ ريبه البهايم بتاعه الاصلاح. تنام مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا روح انت مع السلامه وانا هتصرف. يلا يا زينب يعني يلا. هلاقيك في الزريبه؟ يلا مع السلامه وانا هتصرف عشان ما يقولوش عليك في البيت. طب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب، مع السلامه. معلش يا اخوانا، هتضيفوني الليله دي، مش عايزكم تتضايقوا، ما تعملوش تكليف. والله انا بحسدكم على اللي انتوا فيه، ولا على بالكم حاجه.
واكلين واكلين، الاكل يجيلكم لغايه عندكم، مش كده؟ ولا فيه حقد ولا فيه تصارع، والمكان اي حته تناموا فيها، مطرح رجليكوا تناموا على طول. لا شقه 4 اوض ولا صالون ولا سفره ولا مطبخ ستانلس ستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل ابو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان، كنت عايش كويس، انت اللي جبت لروحك. يا اختي يا اختي خد ابنك وخشي جوه. ليه؟ عشان ما عملتيش الورق. راح فين يا زينب؟ واحده صاحبتي ياما في المستشفى، راح اوديلها الاكل. بالليل كده يا بنتي ولما يشوفك خطيبك وانت خارجه بالليل كده يقول عليكي ايه؟ خطيبي؟ قرطولي الوز. طب يا زينب لما يجي ابوكي يعرف شغله معاك طولي بالك عليا. يا اختي خيرتيني الدروخره، خد ابنك وخشي جوه. يا اختي قطيعه الخلف واللي بيخلفوه. شعبان مين زينب؟ ايه؟ خضيتك؟ لا ابدا يا زينب، ايه اللي جابك دلوقتي؟ كنت هسيبك تنام من غير عشاء. يا حبيبتي يا زينب، تعرضي نفسك للكلام علشاني. لو حد شافك معايا في الزريبه في بلدنا دي تبقى كارثه. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف يا زينب. بقول لك ايه، انا لو كلفتك بحاجه خطيره تعمليها. انا عشان خاطر عيونك اعمل اي حاجه في الدنيا يا شعبان. اروح في 60 داهيه. طيب انا عايزك تروحي الفيلا بتاعتي اللي في مصر، هقولك على مكان الفلوس، تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيا يا شعبان؟ هتنفعنا في الحوسه اللي احنا فيها دي يا زينب. وانت هتفضل هربان على طول، انت لازم تشوف لك حل. طب ايه الحل؟ مش عرفني بس. وانا كمان مش عارف. كابوس يا زينب. قومي روحي انت دلوقتي، قومي. مش عايزه اسيبك. انا كمان يا زينب. ما نجيب القبلة في الحوس اللي احنا محتاسينها فيه. يوه يا شعبان. يلا. الله، مش الصورة دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه؟ في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان. يا جدع انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي ازدق الحكومه؟ الحكومه تعرف اكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ مادام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل ايه؟ ده قتل واحدة رقاصة. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب انه كان معايا امبارح وقال ايه؟ بيسأل على ورقه. اتاريه. صباح الخير. ها؟ نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد، ده فريد يا رجاله، فريد اللي قتل الرقاصه. امسك يا ولد، اجري يا ولد، علق عليه. انا هقول لكم على كل حاجه. استنى بس. ده فريد اللي قتل الرقاصه. رقاصة مين؟ انا هقول لكم على كل حاجه. انا حضرة الوكيل انا وانت. يا راجل هقول لك على كل حاجه. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجه. انا هقول لكم. تقولوا قدام حضرة الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجه. ايوه. طيب عال اهو به الوكيل اهو. ايوه. قول لهم بقى يا بيه انا بقى مين. بقى
تضحك علينا المده دي كلها يا قتال القتله وتسمي نفسك شعبان؟ يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الزهرات اللي اشتغلت معاك 4 سنين. ما انتش فاكر لما كنت بهزقك واشدك من كرافتي؟ انت نسيت؟ سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجورنال ايه؟ الجورنال هيكذب؟ ايوه يا حضره الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك، ما ده شعبان اللي كان موظف عندنا، انت ناسيه؟ انا هشرح لك، اصل حصل يا بنتي سيبك من الكلام ده، ما توديش بنفسك في داهيه، ده مجرم يا اخوانا انا شعبان. يلا 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 خدوها على النص، يلا على البوليس، خدوها على النص. انا مش شعبان. يلا 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 خدوها على النص. الفاليرو للحلويات الفاخرة. الفاليرو. قريت المكتوب في الجورنال؟ قريته. جالك كلامي، ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفة ايه؟ بالعكس، انا دلوقتي في امان. النصاب اللي انتحل شخصيتي واخد ثروتي اخد معاه الحكم بالاعدام. افرض واحد شافك وعرفك. طمن، لغايه ما اسافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود. الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة. وأول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي ايه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجورنال وعرفنا كل حاجة. هو قال لي ان اسمه شعبان وعرفناها على كده، انما اصله فصله العلم عند الله يا سعاده البيت، والجورنال بيقول اسمه فريد، والاهرام ما يكذبش يا سعاده البيت. ما كانش بيدفع اجره ابدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. امي قالتها لي كلمه حكمه، مالكيش دعوه بحاجه. يعني يا ولاد توديني في داهيه علشان امك قالت لك مالكيش دعوه بحاجه. ايه؟ وانا مش عارفني كنت رمضان ولا شعبان؟ وانا كنت دخلت سريرتك؟ هو قال لي اسمي شعبان شعبان. يا حضرة القاضي الله نسيئك، احنا ورانا عيال مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله اعلم، انت ادرى يا سعادة البيت. طبعا فريد. احنا هنتوه عن فريد الغطريفي. ده فريد ابن المرحوم الغضريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضه يا مغاوري يا مغاوري يا مغاوري يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكايه؟ تعرف الشخص ده محكوم عليه بالاعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان، انا متاكده انه شعبان. فريد ايه ورقصت ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل بورس؟ هو شعبان، انا متاكده انه شعبان. وسيادتك بقى متاكده منين؟ هي الناس بتتاكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسه نصف ساعه للاستراحه. وبعدين يا استاذ هيضيع بالشكل ده، مع اني والله 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 متاكده انه مظلوم. وانا كمان. طب ساكت ليه يا استاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم اجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شويه، انما هو امل وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم 3 ما بيكذب. انا هحاول ااجل القضيه شويه على قد ما اقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أمنا شعبان. إذا كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيت دول نصابين، هم غرروا بيا وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريفي. أنا ماليش دعوة، أنا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وانا كمان لهفت الفلوس. ما انا لهفت شويه وهم لهفوا شويه، يعني انا نصاب. الحكومه تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وانا نصاب احبسوني. بس قالت لي انا ما اصل جالي واحد، انا هقول لحضرتك جالي واحد اسمه فريد الغطريفي. انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكايه بعد كده. كان عايز يتنصص معايا، انا ماليش دعوه، انا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى راي من قال لا تكن اداه في ايد من يغرروا بيك. وعلى راي شاعر الربابه سابوا البردعه يا ابو زيد ومسكوا الحمار
سيد الرئيس، واضح أن موكلي مصاب بلوسة، فأرجو تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتحقق من ذلك. اسم سيادتك؟ ما هو موجود عند سعادتك. يوسف نور الدين. في حاجة يا فندم؟ استنى شوية. مفيش فايدة. يعني ايه مفيش فايده؟ بقالنا 3 أيام بندور. الفلوس لازم تكون هنا، بنك مفيش يبقى لازم تكون هنا. مرتبة. احنا ما دورناش في المرتبة. ده فلاح لازم يكون شايل فلوس في المرتبة. فلوس. هات الشنطه وعبي. يلا استعجل قبل ما حد يشوف. هنا. ايه؟ دي فلوس. وجايب نفسي عم تخرج زي دي. لا انا حر فيها. هتحط معانا على اسمه اللي انت عايزه هناك. الاسم؟ انا عبد الجواد بيه الغطريفي. لو سمحت حط معانا على اسمه اللي انت عايزه قوله هناك. طب اتفضل. ناخدهم معانا؟ اتفضل. شعبان مبروك يا حبيبي، خلاص المشكلة اتحلت. مسكوا فريد الغطرفي في المطار، ومسكوا كل اللي شهدوا ضدك زور ورموهم كلهم في السجن. خلاص يا حبيبي، مسكوا الحمار وسابوا البرداع. شعبان شعبان مين يا شابة؟ أنا فريد الغطريفي. تجننت ولا إيه؟ ايه يا شعبان، احنا مش اتفقنا انك تعمل الحركات دي عليهم هما، ولا تعملها عليهم ليه؟ ما خلاص المشكلة اتحلت. اسمع، انت مش كنت عايزهم يحاكموك بتهمة النصب؟ ادهم يا اخويا هيحاكموك بتهمة النصب وتخش السجن 2 3 ويتلم شملنا بقى يا شعبان. يعني أحلى أداني؟ طيب. مع السلامة يا شعبان. مع السلامة يا زينب. سلامة، خلي بالك من نفسك. أمان عليك يا زينب كل مغربية، وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اذكريني. إيه زي فاتن حمامة بالظبط. وأنا زي عماد حمدي. مع السلامة. مع السلامة يا زينب.